قالوا لي لازم ابدا الفيديو بهوك قوي علشان يشدك وتكمل معايا الفيديو للاخر، بس في الحقيقه انا جاي اساعدك انك تركز، فاكيد مش هكون انا جاي اساعدك انك تركز واعمل لك الحاجات اللي ممكن تشتتك دي. خليني اقول لك انت لو مين تكمل الفيديو، لو انت مش واحد من الثلاثه دول ما تكملش الفيديو تاني. اول واحد، لو انت طالب بتدرس برمجه باي شكل من الاشكال، تعرف حاجات بسيطه عن البرمجه عموما يعني، فكمل الفيديو ده، انا عندي حاجه جميله ليك. ماشي. تاني حد، لو انت واحد بتغير الكارير بتاعك، يعني لو انت واحد مثلا صيدلي وبتحاول تخش صناعه البرمجيات، لو انت واحد في هندسه مدني مثلا وبتحاول تخش صناعه البرمجيات ومحتاج مساعده، فخليك معايا، انا جايب لك حاجه النهارده كويسه جدا ممكن تساعدك. تعالى معانا هتتبسط جدا جدا يعني. تالت واحد، لو انت واحد اوريدي شغال اصلا في الصناعه دي، يعني انت واحد بتشتغل في شركه معينه، شغال وليكن فرونت اند ديفلوبر برياكت، بس انت عارف ان انت عندك ليرنينج ديبت، انت عارف ان انت ما تعرفش حاجه عن الداتابيزز، انت عارف ان انت ما تعرفش كتير او مش فاهم الاو او بي كويس، وعارف ان انت عندك الديبت ده وعايز تدفعه، يعني عاوز تبدا تتعلم الحاجات اللي فايتاك دي، فاحنا بنساعدك ان انت تعمل ده. فتعالى معانا واحنا هنساعدك ان شاء الله انك تعمل ده كويس جدا جدا. فانت لو مش واحد من الثلاثه دول، اظن الفيديو ده مش هيكون مفيد ليك باي شكل من الاشكال، فسكرول داون بقى او في الفيديو مش هيكون مفيد ليك. طيب اهلا بيك، تعالى اقول لك بقى احنا بنقدم لك ايه في البروجرام ده. اولا البروجرام ده كله هيكون البرايمري بروجرامينج لانجوج بتاعته هتكون جافا، لكن ممكن يدخل معانا بروجرامينج لانجوجز ثانيه جاست تول يعني، فعادي مفيش مشكله، لكن الاساسيه اللي معانا هي جافا. تمام كده. طيب الموديول الاول بيتكلم عن البروجرامينج كونسبتس الاساسيه بتاعتك، يعني بنتكلم عن variables data types control statements، يعني ايه methods، يعني ايه class، يعني ايه object، يعني بنتكلم عن الاو او بي، بنتكلم عن object oriented design and analysis، بنتكلم عن الديزاين باترنز، بنتكلم عن السوليد برنسبلز، بنتكلم عن شويه الحاجات دي. الاساس بتاعنا شويه كتب، يعني احنا شغلنا كله في البروجرام ده بيعتمد اعتماد اساسي على الكتب. فالكتب اللي احنا معتمدين عليها في الموديول الاول ده كتاب جافا ذا كومبليت ريفرنس، كتاب افكتيف جافا، كتاب رايتنج سكيور كود، كلين كود، وكود كومبليت. خد بالك في حاجات هتكمل معانا للاخر وحاجات هتقف معانا عند الموديول الاول ده. طيب الموديول الاول ده مدته قد ايه؟ مدته شهرين ونص. بعد ما تخلص الموديول ده هتبقى ساعتها عملت كام انترفيو؟ عملت 4 انترفيو. ما انا نسيت اقول لك ان انت طول ما انت ماشي معانا في البروجرام انت بتعمل انترفيوز، والانترفيوز دي بتحدد مستواك، وعايز اقول لك ان انت ما بتعرفش تعدي من ليفل لليفل تاني غير لما تعدي من الانترفيو بتاع الليفل الاول. لكن اللي عايزك تعرفه لحد دلوقتي ان انت بعد شهرين ونص تبقى عملت 4 انترفيو بشكل قوي جدا يحاكي اللي هيحصل لك في الشركات ان شاء الله يعني لما تطلع. طيب الموديول الثاني بيتكلم عن داتا ستراكشر الجوريثمز، ده مدته قد ايه؟ 10 اسابيع برضو، شهرين ونص. كتير كتير، انا عارف ان ممكن يكون في ايام فرق ما بين المدد دي، لكن احنا عاملين حسابنا على كل يوم من الايام دي. الكتب اللي احنا معتمدين عليها في الموديول الثاني ده Working Algorithms والجوريثمز Unplugged وTracking the Coding Interview. الموديول ده عندنا مميز جدا 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 لان احنا بنعمل بقى شويه انترفيوز فيه جميله جدا، كودينج انترفيو جميله جدا زي اللي بتحصل في بعض الشركات. طبعا عندي بقى جزء كبير جدا من البروبلم سولفنج على ليد كود، هنعمل ان شاء الله بروفايل قوي جدا على ليد كود بعد ما نخلص الموديول ده. الموديول الثالث بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الداتابيزز، عندنا فيها كتاب واحد بس ده الاساس، زائد شويه حاجات تانية حواليه هنبقى نتكلم فيها مع بعض ان شاء الله. الكتاب الاساسي هو اسمه داتابيز سيستم كونسبتس. طب هو انا ليه بقول لك اسماء الكتب دي؟ علشان اقول لك انت هتاخد ايه او هتدرس ايه. احنا هنخلص الكتب دي كلها؟ اكيد لا، الكتب دي كبيره جدا جدا جدا، بس الجزء اللي احنا هنخلصه هعمل لك عليه تشيك كده واقول لك خد بالك انت خلصت الجزء ده من كتاب اللي اسمه كذا، علشان بعد كده لو انت جيت تقرا الكتاب ده تبقى عارف ان انت درست فيه الاجزاء 1 2 3 و4. بقول لك ليه تاني اسماء الكتب دي؟ بحيث ان انت لو عاوز تذاكر لوحدك تقدر تعمل كده وذاكر لوحدك والموضوع جميل جدا وخلص الحاجات دي. المهم ان احنا في الاخر وصلنا للهدف ان انت قدرت تذاكر. طيب هنتكلم بقى في الداتابيز عن حاجات كتير جدا بقى، الحاجات الاساسيه اللي هو تيبلز وازاي تعمل داتابيز، ازاي تحول بزنس لداتابيز بقى وتقدر ترسم الاي ار دي والكلام الجميل ده كله، نورماليزيشن دي نورماليزيشن جوينز، كل الكلام ده، والداتابيز انترنالز كمان بقى، ازاي الكويري بتاعتك ممكن تبقى قويه، وازاي داتا الكويري بتاعتك ممكن تبهدل الدنيا، ممكن تاثر على حاجات كتير جدا في البروجرام بتاعك. ده الموديول الثالث اللي في حاجات احنا ما قلناهاش بس هتتعلمها وانت ماشي يعني هو قبل ما ننسى الجزء الثالث ده برضو مدته شهرين ونص، فانا البروجرام بتاعي كله مدته 7 شهور ونص. كتير صح؟ معلش كده احنا خلصنا 7 شهور ونص، هنسيبك؟ اكيد لا، انت خدت شويه حاجات قويه جدا، انت فعلا بقيت قوي بعد ما خلصت 7 شهور ونص دول. شوف بعد كده بقى التكنولوجي ستاك اللي انت عاوز تتعلمها واحنا هنساعدك فيها. يعني مثلا بعد ما خلصت ده قلت لنا والله يا جماعه انا محتاج اتعلم دوت نت، حاضر تمام، هنجيب لك حد
يكون سينيور دوت نت، يشتغل في حاجات كويسه، ويبدا يوجهك ازاي تبدا تتحرك علشان تتعلم دوت نت بشكل كويس توجيهي. بس هيبدا يقول لك والله انت عندك المصادر 1 2 3 تقدر تذاكر منها بالطريقه دي وبالترتيب ده، وده هيفيدك، وتقدر بعد كده ان انت تقدم بقى على شغل ليه علاقه بالدوت نت. واحنا طبعا طول ال7 شهور ونص دول هنبقى بنجهزك ان انت تقدر فعلا تذاكر لوحدك بعدها. يعني بعد ما نخلص مش هتبقى معتمد علينا جامد، لا هنقدر ان شاء الله، دي من ضمن الاوبجكتيفز يعني بتاعتنا، ان احنا نقدر نأهلك ان انت تكون بتعرف تذاكر لوحدك، بتعرف تدخل في مواضيع جديده لوحدك. انت هتعمل انترفيوز كتير قوي وانت معانا، يعني معانا تقريبا هتعدي 16 انترفيو خلال ال7 شهور ونص، 16 انترفيو حقيقيين، انترفيوز قويه جدا جدا جدا، وهيجي لك فيدباك ديتيلد، فيدباك عن اللي انت عملته مع ناس من خبرات مختلفه، نقدر نقول اسمهم لما يحبوا ان احنا نقول اسمهم ان شاء الله. هنعمل ده. تعالى نخش بقى على جزء تاني، الجزء بتاع النظام الشغل ازاي. احنا بنشتغل مع بعض كام يوم؟ 5 ايام في الاسبوع، يوم لايف يوم راحه. تاني 5 ايام في الاسبوع، يوم لايف يوم راحه. يعني ايه؟ هنفترض اسبوع عندي من السبت للجمعه، فيوم السبت في فيديو معين بينزل، فيديو ريكوردد، مش لايف، فيديو ريكوردد بينزل، ومعاه شويه التاسكس بتاعته بقى، ممكن تكون ام سي كيوز كويستشنز، او ممكن تكون كمان حاجه ليها علاقه بحاجه براكتسنج، يعني بروجرام تعمله او تاسك تعمله او مشكله في حاجه معينه تحلها او كده. اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس. اول 5 ايام كل يوم بيحصل نفس الحاجه، في فيديو بينزل ومعاه التاسك بتاعه، في فيديو بينزل ومعاه التاسك بتاعه. قبل تاني يوم ما الفيديو ينزل بتكون انت مسلم التاسك بتاع اليوم اللي قبله. فيديوز بقى قصيره مش كبيره، لان احنا بنشتغل كل يوم. هتلاقي مثلا الفيديو مدته 20 دقيقه، فيديو مدته نص ساعه، مش كبير، صغير، بيشرح حاجه معينه وبتحل عليها بعد كده حاجات معينه في اول 5 ايام. طيب اليوم السادس بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه لايف، يعني بنخش بقى مع بعض سيشن لايف على زوم. بنعمل فيها ايه؟ بنعمل ريكاب على الاسبوع كله، يعني بنبدا نشوف احنا عملنا ايه في الاسبوع ده كله. لو في جزء صعب انتوا مش فاهمينه او محتاجين ان احنا نراجع عليه، بنبدا نراجع عليه. وبعدين ممكن يكون اللايف سيشن دي لو ما حدش عنده حاجه يكون لايف كودنج مع بعض، نكون احنا بنبراكتس بقى على اللي احنا خدناه في الاسبوع كله مع بعض، ونعمل بروجرامز مع بعض، ونعمل اكتيفيتيز مع بعض. هيبقى الموضوع جميل جدا. اليوم السابع ده بريك خلاص، يعني هنريحك بقى. اليوم السابع ده ما فيش فيه اي حاجه، وبعدين الاسبوع الجديد نبدا نشتغل تاني. اول 5 ايام فيديوز وتاسكس وحاجات من دي، اليوم السادس لايف، اليوم السابع بريك. هنفضل ماشيين كده لحد ما نخلص ان شاء الله. اوقات هتلاقي بدل اللايف سيشن بتاعه اليوم السادس دي هيبقى في انترفيو، فهو لايف انترفيو، ممكن يكون 1 تو 1 او خلينا نبقى نتكلم في التفاصيل دي لما ندخل مع بعض. ده لحد ما نخلص البروجرام بتاعنا كامل ان شاء الله. فده البروجرام بتاعنا. فلو انت حابب تكون معانا، على حسب بقى، لو بتشوف الفيديو ده مثلا على انستجرام ابعت على المسجز، لو بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب هتلاقي في الديسكربشن بوكس تحت التفاصيل بتاعتنا عموما، فاتواصل معانا. لو بتشوفه على فيسبوك هتلاقي في اي مكان يعني التفاصيل، ممكن تتواصل معانا وهنقول لك النكست ستيب ايه. فاتواصل معانا ومستنيك يا صديقي تيجي تبدا معانا في الراوند الجايه. شكرا جدا ليك، السلام عليكم.